أصحاب الحلوين، وحشتوني خالص خالص خالص. هعمل لكم وسيلة جميلة النهاردة. هنجيب ورق أبيض أيا كان، يكون كويس ماسك نفسه، ميتقطعش بسهولة، وهقطعه عواميد، 5 عواميد تقريبا، وهوصلهم في بعض بالمساحة اللي أنا عاوزاها. وهجيب ورق فوم أي لون يعجبك، أنا كان متوفر اللون ده عندي، وهرسم عليه علامة زائد، وهعمل العرض بتاعها وعرض الورق الابيض اللي انا قسمته عواميد. انا ما كانش متوفر عندي غير القطعة دي، فهحاول اعمل لها توصيلة من تحت. هعمل العلامة الزائد وهوصها وافرخها بنفس العرض بتاع الورق الابيض. حبايبي، انا بحبكم وبعمل لكم كل حاجة هتعجبكم. الوسيلة دي هتعجبكم خالص خالص، وهتخليكم تحفظوا الحروف وتحبوها وتحبوا الحركات القصيرة كمان. هفرخها بالمنظر ده، وهحاول اظبط النهايات بتاعتها بحيث تبقى متساوية بالظبط كده. واللي من تحت هعمل لها وصلة بحيث تبقى كدن من فوق 3 مرات. اظبطها وهحدد مكان ما انا هفتح فتحة فوق، احدد المكان، ولازم الفوم الازرق يبقى اعرض من الابيض بحوالي 2 سنتي. فتحت فتحة، ولما عملت الوصلة اللي من تحت سبت نفس الفتحة اللي انا عملتها فوق. هدخل الورق الابيض فيها اهو، بشد لفوق لتحت في مرونة في الحركة. بعد كده هجيب كرتونة وهرسم عليها نفس الشكل، احطه واخد نفس المقاسات، وبعد كده هفرغها. يا ريت حبايبي ما تنسونيش باللايك، انا متأكدة ان انتوا مش هتنسوني. هفرغها وهفتح فيها نفس الفتحتين اللي موجودين في الفوم، وهلزقها عليها في النص، لكن الاطراف هسيبها مش ملزوقة عشان دي اللي هنستخدمها. وهكتب بقى الحركات. كتبت الفتحة والضمة والسكون، وهنكمل الكسرة. الوسيلة دي هتريح الأم أو المدرسة في تعليم الحركات للأطفال. وهجيب أي شكل اسطواني عندي، أنا كان متوفر عندي أقلام فاضية، وهغلفها بورق علشان أغطي المنظر. وهجيب سدادتين، هجيب 4 سدادات، هخلي 2 فوق و2 تحت، وهخرمهم. أنا طبعا هروح أخرمهم على النار وأرجع تاني. وركبتهم بالشكل ده، وهوصل الورق الأبيض بيها بالشكل الاسطواني، وهمررها هلفها على الشكل الاسطواني. طبعا انا حطيت كمان سدادة في النهاية امسك منها، وهحط كمان الناحية التانية وفوق وتحت عشان تبقى الحركة منهم، احركها منهم. طبعا بلف الورق لغاية ما اوصل للاخر علشان خاطر اثبتها تحت على الاسطوانة اللي من ورا. انا كان الورق الابيض زيادة عندي، فبقص منه حبة واحاول اثبتها، وبيجي الشكل النهائي عندي كده. انا ثبتها من ورا وحطيت السدادتين اللي كانوا ناقصين، وعلقت لها كمان خيط بحيث اعلقها على السبورة او في اي مكان تبقى سهلة الحركة بالشكل ده وسهلة الاستخدام.
يلا معايا بقى نستخدمها او أ إي. الوسيلة حلوة سهلة الاستخدام، نمرر من فوق ونلعب الطفل ونبسطه ونفرحه ونخليه يحفظ الحروف بطريقة سهلة. يعني من خلالها كمان أنا أحفظ الحروف مش بس الحركات. يعني الطفل اللي مش حافظ الحروف بالطريقة دي هيلعب ويحفظ الحروف. بالعكس ده هو اللي هيقولك يا ماما هات اللعبة دي، لعبة الحركات والحروف، علشان ايه ألعب عليها، وفي نفس الوقت هيحفظها. ومع المدرسة كمان في الفصل هتبقى سهلة عليها وسهلة على الطفل، وهتساعدها في انها تحفظ طفلها الحروف بحركتها. نمرر كل يوم حرف، بكده الطفل هيحفظ الحروف وهيحب اللغة العربية كمان بطريقة سهلة وممتعة. حبايبي الحلوين وأصحابي الصغيرين، اوعوا تنسوني انكم تحطوا لايك واشتراك للقناة. اخر حاجة اقول لكم ان انتوا هتوحشوني جدا جدا جدا. واقول لكم بقى مع السلامة، قيادة للوسيلة الجاية ان شاء الله. اوعوا تنسوني في الاشتراك. باي.